قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية إن بلده يطمح لتنظيم أحسن نسخة في تاريخ كأس إفريقيا، مؤكدا جاهزية المغرب للعرس الكروي الإفريقي. أعتقد بأنه الموضوع نتاع جاهزية المغرب يعرفها الجميع، وأصبحت يعني تشكل عاملا أو منطلقا ننطلق منه نحو البحث عن المزيد من يعني توفير الظروف الاستثنائية لتنظيم أحسن كأس أفريقيا في تاريخ القارة السمراء، وجاهزية المغرب لتنظيم مثل هذه التظاهرات يعني هي بطبيعة الحال كما يعرفها الجميع هي تتويج لمسار تنموي يقوده جلالة الملك نصره الله لأكثر من 26 سنة، مسار تنموي تشكل فيه البنيات التحتية بمختلف تجلياتها في مختلف الميادين أحد الروافد للمشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك بحنكة وتبصر واستباقية فريدة من نوعها. بطبيعة الحال المغرب يرحب على بعد كل المدد بأشقائه الأفارقة بكل العائلة الكروية القارية والعالمية في أرض الحضارة والتلاقي والتسامح في أرض المغرب، أرض المملكة المغربية، أرض حضارة تفوق 12 قرنا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا مباشرة من العاصمة المغربية الرباط مراسلنا مهدي فودي. أهلا بك مهدي. إذن 100 يوم على انطلاق حدث قاري ينتظره المغاربة بكل شغف. قبل الحديث عن جاهزية البنيات التحتية، أولا قربنا مما سمي تطبيق يلا على غرار تطبيق هلا هنا في قطر وتجربة كأس العالم، تجربة غير مسبوقة على مستوى الكاف، ستمكن من الحصول على تأشيرة إلكترونية وكذلك بطاقة المشجع، خصوصا وأنه زملاء كثر هنا في القناة يريدون الذهاب إلى المغرب. بالفعل أمين، مرحبا بكم جميعا في المغرب. مساء الخير لك ولستيفاني ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. نطل عليكم من القلب النابض للعاصمة الرباط، بالضبط شارع محمد الخامس، أمام The Countdown Clock، أي ساعة العد التنازلي الرسمية. 100 يوم على انطلاق هذه البطولة. أولى الفعاليات التي تسبق البطولة انطلقت مساء اليوم بالضبط في شالة. لقد كنا من بين حضور الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي على شرف شركائه الاستراتيجيين، كذلك رعاة البطولة. كان حدثا رمزيا إلى أنه شكل فرصة مواتية لتقديم خارطة الطريق، لتقديم مستجدات هذه البطولة لرعاة هذه النسخة من طرف رئيس قسم المسابقات سامسون أدامو، كذلك حسن القماح رئيس القطاع التجاري للاتحاد الإفريقي. مستجدات عديدة من ضمنها بطاقة يلا أو تطبيق يلا يضمن التعرف على هوية حاملي تذاكر، كذلك تقديم العديد من الخدمات والمزايا لضمان تجربة سلسة وفريدة للمشجعين، يمكن الحاصلين على التذاكر من الحصول على التأشيرة الإلكترونية التي تسمح لهم بولوج التراب المغربي. كل هذه المستجدات تصب في صالح تنظيم نسخة استثنائية بكل المقاييس. المنظمون يتوقعون أن تحطم جميع الأرقام القياسية، وأولى الأرقام قد حطمت اليوم بعد فتح التسجيل على منصة الكاف للحصول على التذاكر. 100,000 تسجيل في ظرف ساعة واحدة، وهذا يدل على الإقبال الكبير على التذاكر، باعتبار أن المغرب يتواجد في موقع استراتيجي يربط بين جنوب القارة الأوروبية وكذلك القارة الإفريقية. جالية إفريقية كبيرة مقيمة بالمغرب، هنالك جماهير ستحج بكثافة إلى المغرب خلال البطولة. الجاليات كذلك الإفريقية المقيمة بأوروبا ستحضر لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا. هنالك العديد من المستجدات حتى في رزنامة البطولة. لأول مرة يعتمد مثلا نموذج المركز أو نموذج معسكر الفريق الأساسي أو ما يسمى بتريننج بيس كامب. لأول مرة كل منتخب سيقيم بفندق فاخر 5 نجوم، سيتوفر على مركز تدريبات بمواصفات
بمواصفات عالمية وبشكل حصري لكل منتخب من أجل تجنب التشويش ولضمان الراحة وضمان أعلى مستوى من التركيز خلال البطولة. وسيبقى كل منتخب في مقر إقامته طيلة البطولة بحكم القرب الجغرافي بين المدن الستة التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا. هنالك خط فائق للسرعة للقطار فائق السرعة يربط مثلا بين أقصى شمال المملكة طنجة والرباط في زمن قياسي أقل من ساعة ونصف. هنالك خطوط جوية ستربط بين المدن الستة الرئيسية على مدار اليوم، وسائل مواصلات حديثة، الطرق السيارة كذلك توفر سبل الراحة للمسافرين عبر السيارات. تجربة فريدة تنتظر المشجعين الذين سيأتون لتشجيع منتخباتهم في كأس إفريقيا في نسخة استثنائية على جميع المستويات. لأول مرة تنظم البطولة في 9 ملاعب، 4 منها في العاصمة الرباط التي ستتقمص دور العاصمة كذلك في هذه المسابقة. على مستوى البنيات التحتية، القائمون على الشأن الرياضي في المغرب قاموا بعمل كبير في وقت قياسي مثل ما شاهدنا بطبيعة الحال في الرباط بعد افتتاح ملعب مولاي عبد الله، وهذا يبشر بنسخة مثل ما قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية أنها ستكون تاريخية وربما الأفضل في تاريخ كأس إفريقيا. نعم بكل تأكيد المغرب ربما أصبح جاهزا على تمام الجاهزية لاستقبال الجماهير وكذلك البعثات ومختلف المنتخبات. كما ذكرت مثلا الصرح الجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله أنجز في ظرف قياسي، ملعب بمواصفات عالمية. كل الملاعب باتت جاهزة. أعتقد ملعب طنجة سيفتتح قريبا، باقي الملاعب فهي تستقبل اليوم مثلا مباريات الدوري المغربي. كل الملاعب 9 أصبحت جاهزة. ملعب البريد كذلك، ملعب المولاي الحسن ربما توضع آخر اللمسات قبل افتتاح الملعبين. البنية التحتية جاهزة كما ذكرت، وسائل المواصلات، الطرق السيارة، الخطوط الجوية. هذه النسخة ستكون استثنائية بكل تأكيد، وهذا ما يتوقعه المنظمون. حتى الإقبال الجماهيري سيلعب دور كبير، وسيعود هذا بالنفع على الجهات المنظمة. بيع التذاكر، عملية بيع التذاكر ستشهد إقبالا كبيرا. كذلك سيكون هنالك رواج سياحي في مختلف المدن. تجربة فريدة في انتظار جميع المشجعين من داخل القارة الإفريقية وكذلك الجاليات القادمة من أوروبا ومختلف أنحاء العالم. وما سيجعلها استثنائية أكثر عند المغاربة وبقاء اللقب فوق الأرض المغربية بعد طول انتظار. مهدي فودي مراسل قنوات بين سبورت أتمنى ذلك من الرباط، شكرا جزيلا لك. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق عملية بيع تذاكر كأس إفريقيا المغرب 2025. وقال الكاف في بيان له إن عملية التسجيل ستمتد من الجمعة 12 من سبتمبر وحتى 24 منه، وستفتتح المرحلة الأولى من بيع تذاكر الكان يوم 25 على أن تنطلق المرحلة الثانية يوم 21 من أكتوبر المقبل، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في 21 من نوفمبر المقبل. هذا وأعلن الكاف في تجربة غير مسبوقة إطلاق تطبيق يلا، حيث سيمكن من الحصول على تأشيرة إلكترونية وكذلك بطاقة المشجع بالنسبة لحاملي التذاكر.